اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. قام مسلحون مجهولون بليبيا باختطاف 6 مصريين اقباط اثناء دخولهم بتأشيرة الى ليبيا للعمل الاربع الماضي من مطار بلج العرب بالاسكندرية، متجهين الى منطقة دميم ثم الى سبراتة من خلال الطريق البري عبر بوابة نجمة وهلال، بينهم 6 من قرية الحرجة قبلي مركز البلينة بسوهاج، وهم يعملون في أعمال البلاط والمحارة وبينهم صلة قرابة. المختطفين هم شنودة مصري فخري شحاتة، وشنودة حبيب جاد سدراك، وعماد مرعي عطلة سدراك، ومينا كمال جاد سدراك كان مجند في القوات المسلحة، وعبد المسيح جودة سدراك، وروماني حبيب جاد سدراك. تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30. ويروي أحد أقارب المختطفين أن هناك رجل يدعى هشام الليبي بالزاوية تسلمهم عند وصولهم إلى بني غازي بطرابلس، ويرجح أنه قام بتسليمهم للميليشيات المسلحة. وقد اتفق رجل يدعى محمد شعبان من بني سويف على تحضير التأشيرات، وهو يعمل كوسيط لمن يريد السفر إلى ليبيا للعمل. وبالفعل غادروا يوم 3 من الشهر الجاري متجهين إلى ليبيا، ودخلوا البلاد بطريقة قانونية عبر جوازات سفر سليمة بحثا عن لقمة العيش. وتلقى رسائل الأيام الماضية تطلب فدية، فقاموا بنشر الصور والإبلاغ الفوري. وناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية لمحاولة التوصل إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم إرسال الرسائل من خلالها، وتعقبهم في محاولة لإنقاذهم خوفا على حياتهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.